عمل تقوي شخصية الأبناء. إشباع الحاجات الأساسية مثل النوم والأكل والشرب، المدرسة واللباس، اللعب، رياضة، هوايات، خروج، تنزه. حاجته للدين وتعليم الصلاة والحلال والحرام. حاجته للأمن لا تحرمه ماديا ولا معنويا. ماديا مثل المال، معنويا مثل المحبة والحنان، ويعبر عن مشاعره بدون خوف. حاجته للحب تعبير عملي عن الحب. حاجته للانتماء محتاج للانتماء للدين والوالدين والأسرة والوطن. الاستقلال دعه ليختار أكله، لباسه، شربه، دراسته الجامعية، وزوجته، واحترام مشاعره وآراءه. الحرية يعبر عن مشاعره ورغباته، ويدرس ويذاكر بنفسه، ويذهب رحلات ويسافر. حسسه بالتقبل، تقبل شكله، مشاعره، تقبل مستواه الدراسي وقدراته العقلية، تقبله كما الله خلقه. حسسه بالتقدير، قدر أفكاره، قدره أمام الأسرة وأمام الوالدين وأصحابه.